طيب انا اعرف ازاي بقى ان دي جلطه او لا؟ في ناس بتحس ببعض الاعراض كده فيقول لك دي جلطه. طب انا اعرف ازاي بقى ان دي جلطه فعلا؟ بص يا سيدي، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الدم بتاعنا في صوره سايله. الدم ماشي في الاوعيه الدمويه في صوره سايله زي كده بالظبط. ده وعاء دموي، كرات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدمويه كله ماشي في الدم. اللي مخلي الدم محافظ عليه في صورته السائله دي هي عوامل سيوله، ربنا خليها في دمنا عشان يفضل الدم كده محافظ على السيوله بتاعته. ليه بقى؟ لان الدم لو مش سايل وحصلت جلطه ده هيوقف الدم، مش هيخلي العضو اللي رايح له الدم لا يوصل له اكسجين ولا يوصل له غذاء ولا يوصل له اي حاجه، فالعضو هيموت. طب شكل الجلطه دي عامل ازاي؟ عامل كده مثلا. دي شكل الجلطه. دي مثلا كرات دم حمراء اهي، ودي الجلطه اهي اتجمعت مع بعضها. طبعا سدت الوعاء الدموي، سدت الشريان، سدت الوريد، فبناء عليه العضو اللي رايح له الدم مش هيوصل له غذاء ولا يوصل له اكسجين زي ما قلنا، فهيموت. طب افرض مثلا انا اتعورت او اتصبت اتجرحت، هيفضل دم ينزل كده لحد ما اتصفى واموت؟ لا طبعا. فربنا خلي لنا عوامل تجلط بتشتغل وقت اللزوم بس. انا اتعورت او اتجرحت مثلا فيفضل انزل حاجه بسيطه وبعد كده تتكون الجلطه عشان تسد مكان الجرح. طيب دلوقتي في عوامل نسف او عوامل بتخلي الدم في صورته السائله وبتحافظ عليه في صورته السائله، وفي عوامل بتخلي تحافظ على الدم انه يتجلط وقت اللزوم. المفتاح فين؟ المفتاح في التوازن بين العمليتين. المفتاح في التوازن بين الآليتين دول، هم دول سر الحياه.